وحشتوني 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 يا احلى اخوات. احب اشكركم جدا واشكر كل اخواتي اللي حسوا ان انا غايبه على القناه وما بنزلش فيديوهات الفتره الاخيره، واللي بيسالوا عليا وتملي بيشجعوني وتملي واقفين في ظهري. ما تحرمش منكم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. واشكر كمان الناس اللي جواها خير وتملي مد ايديها بالخير لحبايبها ولغيرها، وتلاقيها الخير بيعم كده على الكل حواليهم. واكيد هم لو سمعوا الفيديو عارفين ان الشكر ده ليهم. ما تحرمش منكم ابدا. تعالوا بقى النهاردة نعمل بقى شوية وصفات كده مع بعض سهلة وبسيطة ويا رب تعجبكم. شعار بيه. تعالوا النهارده اقول لكم على فكره حلوه كده ونضحك بيها على العيال. ايه رايكم؟ يلا بينا. مبدئيا كده انا كان عندي شويه تمر باقيين من اليوم اللي قبل اللي احنا هنعمل فيه ده، اللي هو ازاي عملت تمر باللبن. ما كانش عندي حليب، وعملت بالحليب ايه وبلبن ايه، عملته بالميه. عملته بالميه فمحدش اكل منه، هو كله عايز باللبن اللي هو الحليب يعني. هنعمل ايه؟ هنرميهم؟ لا طبعا ما نرميهمش. جبتهم كده ركنتهم على جنب، وجبت كوبايتين حليب وثلاث اربع صوابع موز كده، والسكر حسب الرغبه وما تكتريش لان احنا معانا سكر من اليوم اللي قبله. ووريكم هنا معلقتين من جوز الهند لو ما فيش مش مشكله. عندك حليب بس وما عندكيش موز ما فيش مشكله. عندك صابع موز بس فاضل عندك، توكلي على الله واشتغلي بيه. يعني ما توقفيش نفسك على حاجه وما ترميش حاجه. هنعمل زي ما انتوا شفتوا كده اهو. عملت الموز مع الحليب، شوف شكلهم جميل. وهضيف ليهم ايه؟ شويه تمر كمان كده غسلتهم زي ما انتوا شايفين كده. وما تنسيش تبقى تقللوا السكر لان احنا معانا سكر. وكملت الباقي بقى على الوش. قلبته وقلبتهم كويس جدا. وكمان صابع موز بقى كده ولا صابعين الموجودة عندك يقضي. وقطعتهم مكعبات صغيرة كده. في تفاحة، في فراولة، في جوافة، اي حاجة عززي بس الطعم كده وبيبقى طعمه جميل وخطير. يلا بقى الناس اللي بتقعد تقول مش هناكل تمر، هنسيبها مش هتاكل حاجة، يلا نعمل ايه؟ فراولة. انا مطلعه كيس فراولة من الفريزر. اديته شطفة كده الاول برضو عشان التلج يفك ويبقى سهل معايا في الخلاط. ويلا بينا. حطيت معاه هنا كده زي ما انتوا شايفين. تبع الكميه بقى اللي معاكي. انت يعني اضرب الحاجه اللي في ايدك او بالكيس اللي انت عيناه قد ايه. تمام. بالكميه يعني. جبت بقى مصفى ناعمه كده عشان تحوش كل الحبيبات اللي بتبقى في الفراوله بره اللي هي السمره دي، ما تبقاش في بق حد وتضايقه، تكون ناعمه جدا كده. وعندي موز وعندي برضو حليب. يلا الشويه اللي باقيين كده، يلا توكلنا على الله. احنا معانا هنا الراعي الرسمي في الحلقة دي. الحليب كله كان حليب النهاردة. يلا وفراولة كمان اللي باقية معايا. عملت الفراولة على مرتين عشان كانت كتيرة مش هتنفع على مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. عملت شوية بالمية وشوية بالحليب اللي باقي كله كده. خلينا نخلص من بقية الحليب الموجود كده ويبقى عندنا طازة بقى ايه، نغلي شوية طازة كده للسحور. يلا توكلنا على الله. جيت هنا زي ما انتوا شايفين كده لقيته مش واخد. يلا بقى نفضيه في حاجة واسعة اهو. شايفين اللي على الوش فاتح واللي تحت الفراولة غامقة قوي. فهبدأ بقى اخلط كله ببعضه كده زي ما انتوا شايفين. حطيت هنا مية معايا لسليق اللحمة، وحطيت كمان لحمة بعصجها، وحطيت مية تانية لسليق السمان. المية كانت غلت. واديت شطفة للحمة بالخل. غسلتها كويس بالخل وبعدين اديت لها شطفة بعد الخل. وهسلقها بالطريقة العادية جدا. وهنعمل برضو هنا برضو في الحلة التانية سمان. يا ترى هنعمل ايه يا ام هيما النهاردة؟ هنعمل فطار ايه؟ هنعمل صينية معمر كده وصينية جلاش. تمام. في ناس عايزة تاكل سمان وناس عايزة تاكل لحم. نعمل ايه؟ هنعمل صينيتين صغيرين جدا ليهم. هنعمل ايه بقى؟ مشي حالك يعني. اللي عايز ده هنعمل زي ما عملنا العصير، عملنا تمر وعملنا فراولة. اللي عايز من ده يشرب واللي عايز ده من ده يشرب. حلتين صغيرين كده، هما مش كتير، هما بساط يعني شوية وشوية. انا عن نفسي بحب احطهم في حلل كده صغيرة لان الصواني بتبقى مفرودة. تمام. عشان اعرف احط كمية اللبن ما يخنيش العقد بتاع اللبن. زي ما انتوا شايفين كده الصينية بتبقى مفرودة، ومهما تحطي الله اعلم هيطلع معاكي مظبوط او هيعجن. فانت لو بتعرفي تعمليه في الصينية او في البرام
كده من غير ما تعمليه في الحله، تمام اشتغلي. لو انت اشطر مني وبتعرفي تعمليه اشتغلي، ما توقفش نفسك على حاجه. انا عن نفسي لازم احطه في الحله كده الاول واظبط اللبن فيه، وبعدين ايه احطه في الصينيه. انا الصينيه صغيره مش كبيره ولا حاجه اهي، وشويه الرز صغيرين جدا. بس كل الحكايه ان انا جبت الصينيه الكبيره عشان احط فيها اللحمه، عشان كميه اللحمه اللي معايا كويسه يعني، كميه كبيره فتاخد راحتها كده في الصينيه، واللبن وكله ما يبقاش ايه معجن او تحس ان هو ناقص سوا، يعني كل حاجه تاخد وتدي كده. تمام. او زي ما انتوا شايفين حطيت عقد المعمر عادي جدا، وزودت بقى شويه حليب كده عشان انا هركنه شويه في الحليب عشان يبقى طعمه حلو. شايفين الوش بايديا نظيفه جدا. طبعا كل ستات البيت بيشتغلوا بايدهم، يعني اكيد مش بيلبسوا قفازات في ايديهم في البيت، فاهميني؟ ايدينا نظيفه وبنحطها في كل حاجه، وكل شويه ايدينا تحت الحنفيه. بوريكم القشطه اللي هي وش الحليب. وهنا بقول لكم ان شوفوا هي فيها شويه صغيرين خالص من تحت، وبقيه الصينيه فاضيه. يعني هي الصينيه كل الحكايه ان هي واسعه بس شويه. تمام. وشويه حليب بقى كده. هو انا عامله لكم قبل كده فيديو للمعمر، بس هو هنا كده روتين غدا مع بعضه، فلو عايزين ترجعوا له هتلاقوه في القناه. والسمنه البلدي بقى معانا كده زي ما انتوا شايفين كده، حتتين من السمنه البلدي هنا وهنا، وحطيت القشطه بتاعت وش اللبن. وبرده لو وعندي قشطه تانية هحط منها كمان. انت ما عندكيش خلاص كفايه قوي الايه القشطه بتاعت الحليب حلوه، وطالما الحليب جاي من مكان كويس هتلاقي قشطته تمام وشغال. اوزع السمنه كويس جدا في كل الصينيه بتاعه المعمر على الرز، وما تكتريش عشان احنا في الصيام وكده. وهنا اللحمه كانت تمام خلاص، اشتلت كل الوش اللي بيخرج منها ده هنا وهنا والسمان كمان، وحطت لهم الملح والحبهان وتمام قوي كده. واللحمه بتاعه الجلاش كانت خلاص خلصت برضو. بقول لكم يلا بينا تعالوا بقى نعمل الجلاش. يلا السمنه برضو بلدي كده، تحط معلقه محترمه كبيره كده وشويه من الزيت، يعني مش كله سمنه ومش كله زيت، يعني خليط من الاتنين على بعض هيديكي طعم جميل. وخصوصا السمنه البلدي بتدي طعم جميل جدا للاكل، وحاجه نضيفه فلاحي يعني. تمام. سيحتها بس على النار كده وجبتها زي ما انتوا شايفين، وهنشتغل على طول. هي المفروض صينيه الجلاش دي كنت عملتها في صينيه مستطيله، لان الجلاش ده طلع الورق بتاعه كبير ما شاء الله، يعني كنت اول مره اجيب النوع ده ولقيته حلو جدا بصراحه. بس انا ما عنديش الا الصواني البايركس المستطيله، بس برضو مش مستطيله بقد بحجم الورقه، فاهميني؟ فخلاص بقى طب طالما مش بنفس الحجم الموجوده تقضي بقى، ما اجيبش اللي هو البايركس. تمام. معلش انا بعتذر برضو على تضليل الشاشه كتير النهارده، لان ما اخدتش بالي ان الكاميرا مش مظبوطه على قد التصوير، بس كنت واخدين بقى على التصوير في الشتاء وكده. زي ما انتوا شايفين كده، هو يعني ما فيهاش افتكاسه، هي بتحط الجلاش عادي جدا. هي الورقه طلعت كبيره ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. بحطها على الطرف هنا وبعدين افردها زي ما انتوا شايفين، والباقي بتنيه بالراحه كده كده، وبكون بين كل طبقه وطبقه دهنه كويسه كده عشان يطلع مورق معاكي وجميل. اهو بوريكم شكلها. عندك بقى ورقه كانت في اول الجلاش كده مقطوعه، يلا هاتي بقى حطها في النص. هنقسم الورق بالنص، هنحط نصه في قاع الصينيه، ونص التاني بعد ما نحط اللحم. لميت كل الورق بقى، هي كانت ورقه واحده، عملتها بقى كده في النص، وحطيت بقى اللحمه معايا كده. حطي لحمه بقى. وفي الطروف انا بقول لكم حطوا هنا في الطروف كويس جدا، لان في ناس بتعمل الجلاش تيجي تاكلي الحته اللي في الطرف دي بتلاقي ما فيهاش لحمه وناشفه، واحيانا بتبقى معجنه. ليه مش فاهمه، يعني هي مش من ضمن الصينيه؟ هي من ضمن الصينيه فنزودها يعني. وشويه جبنه رومي بقى، انا بحبها بالجبنه الرومي. لو عايزين تحطوا جبنه موتزاريلا او ماكس جبن تمام، ما فيش مش مشكله ان موجوده عندك. انا موجوده عندي فحطيت، لو مش موجود انا مش هنزل اشتري مخصوص عشان احط، الموجود يقضي.
وحطيت الورقة التانية بتاعت الجلاش. شايفين انا بتنيها منين؟ بتغطي الصينية والباقي بتنيها، والمرة التانية بتني في اللي قصادها، والمرة التالتة بتني الطرف اللي ما انتناش فيه خالص، وبعد كده المرة الرابعة اتني في الطرف اللي ما انتناش فيه خالص كده، فاهميني؟ بحيث ان هي ما تبقاش ابقى انا لفيت الاربع الاتجاهات بالحتت الزيادة، فاهميني؟ يا رب اكون قادرة اوصل المعلومة، وتكون كلها متساوية، ما تكونش فيها ايه حتت اكتر من حتة عالية كده، حتة زايدة في الجلاش قوي ورقها وحتة ما فيهاش، لا. تعالوا بقى هوريكم هنا هنعمل ايه. سبت ورقتين نضاف كده ومساويين، وقمت جايباهم كده في اخر الصينية بقى خالص. بصي بصي تحت خالص كده، كده بقى بتضمني ان شكل الجلاش من فوق حلو جدا، واللحمة ما خرجتش بره، احنا لفيناها ونزلناها لتحت زي ما انتوا شايفين كده. ودهنت، وجبت بقى الورقة التانية برضو احطها في نفس الاتجاه التاني عكس ما انا عملت دي بالظبط اهي. بقول لكم العكس بقى، يعني مش في نفس الاتجاه اللي انا عملت فيه. وما شاء الله الورقة معايا كبيرة، بتجيب هنا وهنا. شايفين شكل الصينية متساوية ومش باينة ولا فيها كلكعة ولا فيها حاجة. بحاول اهدي الاضاءة عشان تبان الصورة وتبقى واضحة ليكم. واخلص بقى كده وادهنت الوش حلو، ونجيب بيضة كده واحط عليها شوية ملح شوية فلفل اسمر، واقلبهم كويس جدا بالشوكة، بحيث ان البياض والصفار ما يكونش فيه كتل خالص كده، وتبقى كله مندمج مع بعضه كده. كوباية حليب كده، واقلب كويس جدا. اللحمة متعصجة بالطريقة العادية جدا، لحمة وبصل عادي جدا وملح فلفل اسمر كمون. ابدأ بقى اقطع الجلاش قطع اللي انت تحبيها، بس لما القطع بتبقى وسط كده، ولا كبيرة ولا صغيرة، بيبقى شكلها جميل جدا. واحنا هنا خدنا بالنا ان اللحمة حطيناها في الطروف، يبقى اللي هياخد قطعة برضو من الطرف زيه زي اللي اخد قطعة من النص. يعني تراعي دي معاكي برضو. يعني افرضي ان انت مثلا بتقدمي الحاجة دي وعندك ضيوف، يجي يبصوا كده يلاقوا، او هما بياكلوا يلاقوا الطرف اللي انت مطلعاه مفيهوش يعني لحمة. طب انت عاملاها ليه؟ فاهميني؟ انما كده بقى كله فيه لحمة، واحنا لفينا الجلاش ورقة الجلاش الاخيرة من تحت، فاللحمة مش هتخرج بره ولا اي حاجة، تبقى جميلة. بعد ما قطعتها كويس جدا اشربها بقى بالتشريبة اللي معايا دي كده. وفي طريقة تانية بتبقى بزبادي وسمنة مع بعض كده، بس ما بتتشربش، بتندهن. ان شاء الله نعملها مع بعض مرة. وفي طريقة تانية برضو نلف صينية الجلاش اللي هي على وردة، بتعملي الورق كله بره، نصه بره ونصه جوه، بعدين تقفلي اكنها وردة. برضو هنعملها مع بعض. يلا دخلنا الفرن بعد ما اتشربت، يعني اسيبها 5 دقايق 10 دقايق طبعا ما تتشرب قدامك، وتخلصي تحطها في الفرن. شوفي شكلها دي بعد ما خرجت من الفرن، تحفة، والطعم حكاية خطير. طالعة ناشفة بقى، لو انت عايزاها طرية مش تبقى مقرمشة وناشفة، هتغطيها كده، هتبدأ ايه تهدى مع بعضها وتبدأ تبقى طرية. لو انت ما ايه عايزاها طرية، انا بحب الجلاش طري. لو انت عايزاه ناشف ومقرمش هتسيبيه، انا كنت بوريكم ان هو مقرمش. تمام. هنا خلصنا بقى، طلعت اللحمة والسمان اللي معايا، ودي الصينية. شوفوا الفراغ، يعني في مسافة جامدة جدا بين الرز من تحت وبين بقية الحلة من فوق، واخدين بالكم؟ بس انا جايباها كبيرة عشان تاخد راحتها في السوا، فاهميني؟ يلا عملت صينية كده وصينية كده، وتوكلنا على الله. بوريكم شكلهم. وديت القشطة بقى اللي كانت عندي، وزعتها كده على الوش برضو. وطبعا انا نقع المعمر من بدري، الرز في اللبن يعني، عما كل حاجة استوت، وبعد كده حطيت بقى في الفرن. يلا ندخل الفرن. وعملت شويه سلطه صغيرين كده، عارفه ان هما مش هيتاكلوا، بس انا عملتهم، اللي عايز ياكل يعني. في ناس بتاكل وفي ناس لا، فيبقى ما ظلمناش حد. يلا شفتوا بقى لما قلت لكم النهارده الراعي الرسمي معانا الحليب، انا طلعت بجد ازاي. وببدا بقى خلصت السلطه هنا كده، خلاص ما عادش حاجه على الاذان، كله بقى جهز جنبي كده، وبدات خلاص افضي السلطه بقى وافضي التمر والعصير كده زي ما انتوا شايفين معانا. على فكرة التمر طلع جميل جدا، يعني مش عشان هو عليه لبن مع الحليب، عليه مية مع الحليب، مش عارفة ايه حكاية اللبن والحليب معايا النهاردة. ما كانش وحش ولا حاجة، كان جميل والله. جربوه كده، ولما يبقى بقى عندكم شوية ومش عايزين تشربوا، شوفوا هتعملوها كده بالطريقة دي وتقولوا لي.
ما تنسوليش في اللايك وكومنت منكم سواء سلبي او ايجابي. هذا المعمر وهذا الجلاش. شوفوا هي ما اتحرقتش، الصينيه ما اتحرقتش، هي لونها بس غماء سيكه. ما علينا. انا جبت هنا اطباق ومعالق هطلعهم كده، واللي عايز حاجه هيبدا ياخد من اللي هو عايزه. ما عدا الجلاش هطلعه في الاطباق، تمام. انما صواني المعمر هطلعها زي ما هي كده، واطباق ومعالق كده اهو. بدات اطلع بقى. وده كان شكل الجلاش معايا، وتعالوا معايا ندخل على الوصفة اللي بعد كده ويلا بينا. مش عارفة اقول لكم ايه ولا اجيبها لكم ازاي، ولا اقول لكم ان الطعامة والحلاوة دي من بواقي التلاجة. والله حيرانة اطبخ ايه ومش عارفة اعمل ايه. جبت بواقي التلاجة، عملت فطرتين اكلونا وشبعونا وكفوا ووفوا. طب تعالوا بقى اقول لكم هنعملهم ازاي. قبل ما ابدا الفيديو كده عايزه اقولك، لو اول مره تشوف القناه من خلال الفيديو ده ما تبخليش عليا باشتراكك فيه، لان القناه مش هتكبر لوحدها، وان شاء الله هتكبر باحلى اخوات. وحط لي لايك جميل زي كده، وكومنت بسلبي او بايجابي انا موافقه عليه والله، بس عايزه اشوف تعليقاتكم الحلوه. تعالوا بقى اقول لكم عملنا ايه مع بعض. جبت حته زبده بلدي فلاحي، ما عندكيش سمنه على زيت، ما عندكيش سمنه، بس اللي انت عايزاه اعمليه. لو زيت بس هيبقى مخلي الفطيره ناشفه بس شويه معاكي، تمام. وحطيت عليها معلقتين سمنه بلدي، وحطيت عليها شويه زيت عشان اسيحهم على النار يفكوا، وفي الطاسه على جنب هناك اهم وفكوا. عملت ايه بقى؟ جبت صينيه كده حلوه، حطيت فيها شويه زيت، حط ماده دهنيه اللي تعجبك، وحطيت فيهم بصلتين كبار. انا عايزه البصل يتشوح يدبل، المهم انا مش هحمره يعني، انا بس عايزاه ايه يدبل كده. انا عشان عندي الفراخ مسلوقه واللحمه اللي انا هعمل بيها مسلوقه، حطيت ربع كوبايه ميه عشان يسوي البصل، وهسيبه ياخد غلوتين. لما الميه تتبخر وتنشف هتكون البصله بدات تدخل في سوا، هنزل عليهم باللحمه والفراخ اللي عندي. كان عندي لحمه مسلوقه وفراخ مسلوقه باقيين من الاكل، والعيال زهقت ومش عايزين رز ومش عايزين طبيخ، قلت لا هعمل لهم حاجه بقى في السريع كده. زي ما انتوا شايفين كده، هياخدوا تشويحه محترمه على النار عشان برضو يطلعوا الطعم المسلوق، يبقى كأنهم كده مشوحينهم او شوينهم، فاهميني. وهقطع عليهم بقى شويه خضار، اي خضار عندك، فلفل الوان، فلفل اخضر، طماطم اهو. شايفين شكلهم يا بنات؟ الطماطم اخر حاجه خالص. هنزل بقى بيها كده. وكمان جبت قطعتين جبنه كده رومي، قطعتهم ناعم جدا. طبعا كل الحاجات دي هنقطعها ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده. شقلب شقلب، قلب قلب. ايه رايكم؟ لحد ما تنشف خالص من ميه الجبنه الرومي بقى. احطها في الاخر خالص لما تكون الحشوه دي بردت. تمام كده، تمام كده. قبل ما ابدا في اي حاجه خالص، انا كنت عجنه كيلو دقيق الا كوبايه ونص تقريبا. بصراحه يعني انا ما عايرتش، يعني انا بعمل كده من غير عيار لاي حاجه. بس هو تقريبا كده كيلو الا كوبايه او كوبايه ونص. وكمان عايزه اقول لكم ان انا مش استاذه فطير ولا بعرف اعمله، بس الجيش قالك اتصرفي. جيت بقى بعد ما ارتاحت وكل حاجه، جيت كورتها كور صغير. المفروض كمان ان انا كنت اصغر الكور عندي. صغري الكور على قد ما تقدري، فهماني. لو الصينيه بتاعتك الصواني بتاعك صغيره زي بتاعتي كده، انت صغري الكور شويه. انا ما بحبش احط ماده دهنيه كتيره. هو المفروض الفطير يتحط عليه زبده او سمنه اكتر من كده بكتير. حتى هتلاحظوا وانا بشيل العجينه من على الصينيه، هتلاقوها لسه كده لازقه في الصينيه. شوف انا فردتها عجين، بفرد كوره كوره، فاهميني. وادهن الصينيه كده بالماده الدهنيه اللي معايا، وانقل فيها بقى ايه اهي. شوفوا ما بتتشالش بسهوله قوي، ده دليل ان الماده الدهنيه مش كتيره تحتها. انا ما بحبهاش تبقى فيها زيت وسمنه وحاجات من دي كتير. انتوا حابين انتوا اعملوها بقى انتوا كده، تمام. والطبيعي يعني ان الفطير بياخد سمنه كتير. اتقطعت مش مشكله. ايه ده يا مهمه؟ ده اتقطعت مش مشكله، مش مشكله، كل ده ما هيتدارى. عايزه اقول لكم ان ولادي قاعدين جنبي فرحانين قوي، ويقولوا لي يلا يا اما هتعملي امتى، هتخلصي امتى، عايزين ناكلها. قلت لهم حاضر، بس وطول ما انا شغاله يعملوا لي ازاي ده اتقطعت يا ماما، ده مش عارف ايه يا ماما. مش مشكله والله يا بنات، اتعلموا اعملوا. احنا مش اساتذه فطير ولا احنا فطاطريه، بس هنعرف نعملها ان شاء الله، لان كل الفطير ده هيتدار. المهم نزلت بقى بالحشوه، وحطيت الزيتون المخلي كده
فرقته كده عن بعضه كده وعطيتها. هنا مش فاكره هما كام كوره، بس يعني انتوا حطوا عدد الكور على قد الصينيه، وكل ما كانت الكور خفيفه كل ما الفطيره هتطلع معاكي مورقه اكتر، وتحطي بين الطبقات كده. دي انا قلت هعملها محشيه من النص اهي، اهي. واتني بقى يمين وشمال وعايزه اغطي كله، واحطها بقى في الصينيه لما اعمل غيرها زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى محشيه من النص، تمام كده. احطها بقى في الصينيه. ايه ده، هو انت قاعده في الانتريه؟ اه طيب اعمل ايه، ما انا مش قادره اقف في المطبخ كل ده لما افرد ده كله. اخدت بعضي كده وقعدت كده على الترابيزه وعملت وانا قاعده. الحته اللي تريحك اعملي فيها، اهم حاجه ما تبهدليش الحته حواليكي بس. شفتوا الفطيره يا بنات اهيت في قلب الصينيه. هبدا بقى اعمل التانية. انا عملت واحده بس هي اللي محشيه من النص، والتانية هعملها من على الوش زي الفطير الشرقي كده. مش هحط في النص، لا هعمل فوق. فردت كوره وبفرد الكوره التانية. المشكله عندي هنا بنات ان انا ما عنديش طبليه وما عنديش رخامه كبيره عشان افرد براحتي العجينه عليه، فبضطر اجيب الصينيه وافرد عليها زي ما انتوا شايفين كده. افردي العجينه على قد ما تقدري، كل ما تفردي اكتر كل ما اديتك نتيجه احلى. شايفين انا بحاول افردها بكل طريقه، وما عنديش مكان والله احط فيه بقيه الفطير ولا كده، فاهميني طبعا. المهم قعدت افرد فيها واتاكدي انها اتفردت حلو، واي قطع ما يهمكيش لان كل ده هيتدرى في الفطيره بعد ما تستوى وترتاح تاني وترتفع تاني، كل ده هيختفي. فما تخافيش، قومي جربي. قومي جربي في نص كيلو دقيق. هاتي نص كيلو دقيق وحته لحمه بايته عندك ولا حته فرخه بايته عندك، لو ما فيش خالص وعندك شويه جبنه. مش عايزه تعملها خالص هتعملها بخضار، مش عايزه تعملوا خضار وتعمليها كده فطيره عادي. المهم انا عايزه اقول لكم دي بقى ربعتها كده زي المربع، ما لفتهاش لان ديت المحشيه دي اول واحده خالص. بنسيبها نرتاح كده لحد ما نخلص الكميه اللي معانا ونبدا نفردها. هحط شويه، لو في قشطه بقى حط حته قشطه على الوش كده. ما كانش عندي بقى فحطيت شويه زبده وخلاص كده وافردي. عايزه اقول لكم ان هم طلعوا ما كانوش فيهم دهون كتيره، سمينه يعني. كانت خفيفه، يعني لو حد تعبان واكل منها ما يتعبش لانها كانت خفيفه. انا بحب الاكل كده ما يبقاش فيه سمنه ولا زيت كتير. هو انتوا شايفين ان الدنيا غرقانه، بس هو الفطير بيحب الدنيا اكتر من كده. فالدليل بكده ان انتوا هتشوفوه طلع تحسوه مش مليان سمنه او ناشف كده. وفريت دي زي ما انتوا شايفين كده اهي، وهحط بقى الحشو على الوش بقى من فوق. عايزه اقول لكم ديت الكاميرا فصلت وانا كنت فاكره ان هي شغاله وانا بعملها. بعد ما بتفردي 3 4 طبقات فوق بعض من الكور بتطبقيهم زي الظرف. الاتنين اللي قصاد بعض قصاد بعض، والاتنين التانيين قصاد على بعض، وكل طبقه والتانيه بتحطي ما بينهم شويه زبده، وبتسيبيها بقى في جنب بتطلع زي الظرف كده وتفردي. ادي الاتنين اللي على وشهم من فوق زي البيتزا كده وزي الفطير الشرقي، ودي المحشيه. بس عشان وندخلهم بقى الفرن اكون بقى صريحه معاكم، اللي من فوق دي طلعت تحفه والله العظيم. انا مش بقول عشان انا اللي عاملاه، طلعت جميله جمال. انما المحشيه ما طلعتش حلوه زيها. عشان اكون صريحه انا اللي عامله وانا اللي اقول. فانت قومي جربي، قومي اعملي في اي حاجه لو في نص كيلو دقيق وجربي. ما تقوليش ما اعرفش، انا على طول ما بعرفش اعمل الفطير، لا قولي خليني اقول ما اعرفش. اهو انا جربت في حاجه والله العظيم ان العيال طلبوها تاني بعد ما خلصت، قالوا اعملي لنا تاني بكره كذا، قلت لهم لا 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 كفايه كده. طلعت جميله. دي سخنه مانيش عارفه امسكها. ديت اللي كانت محشيه من قلبها. مش مورقه كمان زي اللي كان على وشها، يعني اللي كان على وشها اهي. هفضيها اهو، سخنين النار يا بنات والله ما انا عارفه امسكهم. اللي كان على وشها الحشو مورقه اكتر منها بكتير، وانا شفتها لكم في الفيديو اللي في اول الفيديو وموريها لكم دلوقتي. فجربي وقولي لي رايك في التعليقات تحت، وبحاجات بسيطه مش شرط يعني تنزلي تكلفي بيتك وتكلفي نفسك. وطلعت جميله واتغدينا والله وكفونا. خليكي شاطره وناصحه وواعيه كده. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما. ايه رأيكم بقى في شوية الوصفات اللي انا محضرها لكم النهاردة دي؟ اكيد سهلة وبسيطة. تعالوا بقى ندخل على الوصفة اللي بعد كده، ومش مكلفة خالص خالص خالص. الله 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 عليك يا مهم، ولا تقولي صبح كابر ولا تقولي عربيه في الشارع.
اللي يقولك رايحة فين قولوا له رايحة اكل عند ام هيمة، فتحت مشروع جديد وهنروح ناكل كلنا عندها. نظافة مفيش بعدها نظافة، واكل مضمون في البيت. ايه رأيكم بقى تيجوا نفتح مشروع مع بعض؟ الاول كده قبل ما ابدا الفيديو حابه ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي معايا في القناه، سواء الجداد او القدام. واحب ارحب بكل ضيفه جديده اشتركت في القناه، واقول لها شرفتيني ونورتيني، ووجودكم كلكم فوق فوق على راسي. يا رب يكون المحتوى بيعجبكم، ويا رب تكون الطريقه بسيطه ونكون اخوات مع بعض. تعالوا بقى اقول لكم على ايه، على مشروع ايه يكسب ده. بجد والله في عربيات بتبيع السندوتش من ده غالي جدا، وفي عربيات بتبيعه بسيط برضو، يعني تبع المكان وتبع المنطقة اللي فيها العربية. طب واحنا نجيب من بره ليه في الغلا اللي احنا فيه ده؟ ما تيجي نعملها في البيت مع بعض. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. هتروحي بقى للجزار تقولوا له هات لي القلب، هات لي الطحال، وهات لي الفشه، ولو بتحب القراقيش بقى قول له هات لي حته من الزور. الفلوس معاكي مكفيه وموفيه في الغلا اللي احنا فيه ده، قول له هات لي كبده. تمام. الاسعار غاليه ومش هتقدري تجيبي كبده، هاتي نص كيلو، هاتي ربع كيلو، بفلوسك هاتي اللي يعجبك، على قد لحافك مد رجليك، قد لحافك يعني. تمام. المهم لو أول مرة تشوفي قناتي من خلال الفيديو ده، ما تنسيش تضغطي على زر الجرس عشان عيلتنا تكبر بيكم، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. وما تنسونيش بقى في اللايك وتعليقاتكم الجميلة اللي بتخليني مبسوطة قوي. يعني بصراحة تعليقاتكم حلوة قوي يا بنات. يلا لو ما بتسيبليش تعليق يا ريت تسيبيلي تعليق، لو بتتفرجي في صمت لا سيبيلي تعليق عشان ابقى عارفة متابعيني الغاليين الحبايب كده. المهم بقى هو الجزار بتقولي له بتوصيه على الحاجة دي، والكبدة كمان بتبقى بالطلب كده، بتوصيه من الليلة اللي قبل اللي هيذبح فيها. وتجيبي بقى وتيجي تعملي ايه السندوتشات دي. كل شوية يا ولادي يا ماما عايزين سندوتش، يا ماما عايزين سندوتش من العربية اللي في الشارع. طب قلت لهم طب ما تجيبوا لي كده واحد اشوف العربية دي بتعمله ازاي. المهم افتح السندوتش الاقيه ما فيهوش كبدة خالص، هو شوية الحاجات التانيين ده، ان كان طحال ان كان فشة ان كان حتة من القلب بتبقى شبه الكبدة وخلاص. بص بقى يا ست الكل، هتجيبيهم بقى وتقطعيهم زي ما تحبي، بس انا بحب اقطعهم شرايح مطاولة كده زي العربيات بتاعت الشارع بالظبط. تمام. وبتمسكيهم تغسليهم حلو، سيبك من الناس اللي بتقولك ما تغسليش الحاجة، لا الحاجة تتغسل في البيت حلو بالخل وبالليمون وتنضفيها. وجبت بقى صينية كبيرة واسعة كده، حطيتها وحطيت فيها المادة الدهنية اللي تحبيها. انا عن نفسي حطيت شوية زيت وسبتهم لما سخنوا كويس جدا، ونزلت بالحاجة بقى دي ادت لها صدمة كده محترمة كده عشان ما تنزلش مية، وقلبتها. وكمان ايه فصين توم كده يكونوا ناعمين قوي وانزلي بيهم. عايزة تدقهم بقى في الهون زي زمان، انا عن نفسي دقتهم. عايزة تعمليهم بالهرسة بتاعة التوم اعمليهم. يعني ان احنا نحط فص ثوم او فصين تبع الكمية اللي معاكي عشان تظبط النكهة معانا. وتجيبي بقى بصلتين محترمين برضو تبع الكمية اللي معاكي، وتقطعوهم جوليان، تقطعوهم شرايح، قطعوهم زي ما تحب. انا عن نفسي قطعتهم جوليان. وكمان فلفلتين كده زي ما انتوا شايفين. ويا سلام بقى لو قرن شطة كده من مولع كده وتعمليها سبايس، يا سلام. انتوا شامين الريحة؟ انا كان نفسي التليفون كمان يخليكم تشموا. والله العظيم ريحتها كانت قلبة الدنيا. والعيال قالوا عليها جميلة يا ماما، جميلة أحلى من بتاعة الشارع. قلت لهم طبعا يا ابني دي نظافة ومعمولة في البيت. تمام. هتجيبي بقى لو انتي مش هتجيبي كبدة خلاص كفاية الطحال والفشة والحاجات التانية. تمام. ونزلت بالحاجة زي ما انتوا شايفاها كده، وحطيت لها ملح وحطيت لها بهارات، وحطت لها فلفل اسمر وكمون. عندك البهارات بتاعت الكبده هتحطي منها، ما عندكيش زي حالتي انا حطيت والله العظيم كان عندي بهارات كفته حطيت منها شويه. المهم ان انا تبلتها وخلاص. تمام. الطحينه بقى بتيجي من الشارع خفيفه وملهاش اي طعم. قلت لهم تعالوا. انا بقى اصلا كنت بعتهم جابوا من العربيه دي سندوتشات وحاجات عشان اشوفهم بس هما شبطانين في ايه. وشفتها وكده، وقلت لهم لا ولا سلطتهم ولا طحينتهم ولا اي حاجه من اللي بيعملوها حلو. تعالوا بقى وانا هعملها لكم انا في البيت. عملت هنا الطحينه، هتحطي فص ثوم برده مهروس كويس جدا. مش حابه الثوم الفريش اللي بيبقى في الطحينه، ممكن تحطي ثوم باودر، كمون، ملح، عندك شويه زبادي ولا شويه حليب. تمام. بميه عاديه خالص. تمام. يعني ما توقفيش نفسك على اي حاجه في الايام دي. تمام. بقول لكم هي شكلها خفيفه اهي، بس هي هتتساب هتربط وتبقى تقيله جدا، هوريها لكم كمان.
منديل بقى ومسحت كده مكان الطبق عشان ما انقلش الطبق في طبق، فاهميني طبعا، وخليت شكل الطبق حلو. لو كان وقع مني حاجه على الرخامه كده اشتلتها. تعالوا هنا بقى اوريكم الزيتون اللي كنا عاملينه مع بعض، فاكرينه؟ الزيتون فتحت عليه وتحفه ومش مسمر خالص اهو، بوريكم شكله، وحتى مش مهري. شايفين الفلفل وده الليمون، الليمونه طعمها حلو، الزيتونه طعمها تحفه تحفه تحفه. كل الحكايه ما فيهاش مراره، ما فيهوش اي حاجه إن كانت، هو كل الحكايه ان هو كان مشطشط قوي بس، والليمونه كانت عايزه تقعد سنه كمان بس عشان اكون صريحه يعني، انما هو اتاكل كده عادي. تمام. تعالوا بقى، تعالوا شوفوا هعمل ايه هنا. هجيب بقى الصينيه كده واقلب واوسع بقى في حته فاضيه كده ما يكونش فيها اي حاجه، وانزل بشويه زيت، وانزل بقى كمان بفصين توم كده اشوحهم في شويه الزيت دول. يا سلام على الريح يا وعدي. تعالوا بقى اما اعمل لكم سندوتشات والله تستاهل بقكم. اشوحها جامد كده لحد ما ريحتها تطلع وتبدا تصفر، وهطشها بقى بمعلقه خل. وهنا ما اقولكوش الريحه كانت عامله ازاي، معلقه صغيره خالص، وقلبي بقى وسيبها تنشف وتكمل سوا وتمام. ايه رايكم؟ ننفع بقى نفتح مشروع ومطعم ونطبخ كده ونعمل سندوتشات. بظبطتهم بقى هنا، شوفوا عملت لهم طحينه وطلعت بقى الزيتون كمان. عايزه اقول لكم ان الزيتون بتاعي بدأ يخلص قبل رمضان، لكم انتوا تتخيلوا بقى كان طعمه عامل ازاي اصلا، فاهميني؟ المهم بقى جبت هنا خيار وطماطم وفلفل، وهبدأ اقطع لهم كل الحاجات دي كده. نعمل لهم جو بقى احلى من بره 100,000 مرة. كفاية النظافة في البيت. فين اللايك بقى يا بنات؟ فين اللايك؟ عايزة اللايك وعايزة اشتراك وعايزة شير للفيديو. عايزة بصراحة القناة تكبر بيكوا وبأحلى اخواتي وبأحلى ناس بتحبني، يكون المحتوى عاجبكم ويكون بحب كده. تمام. قطعي بقى الطماطم زي ما يعجبك، وقطعي كل حاجه زي ما تعجبك. بصي بقى عايزه اقول لك على حاجه، هاتي على قد فلوسك. يعني مش شرط تروحي تجيبي الطحال كامل وتجيبي القلب كامل وتجيبي كيلو كبده، لا هاتي على قد فلوسك. معاكي الكبده غاليه نار الايام دي عشان اللحمه غاليه والدنيا كلها غلت، فهاتي انت على قد فلوسك. تمام. يعني ممكن ما تجيبيش كبده لو معكيش تكمل تجيبي كبده، ممكن تقول له هات لي بس نص الطحال، مش عايزاه كله، فهماني؟ مشي بيتك على قد ظروفك. مفيش حد احسن من حد في الايام اللي احنا فيها دي، كل الناس بتشتكي، اللي معاه واللي ما معهوش، وكل الناس بتشتكي. مشي بيتك على قد ظروفك. تمام. بعدت جبت بقى عيش من ده، وجبت جرجير وغسلته. العيش ده جميل، انا بنقول عليه عيش ملدن، مش عارفه بقى في البلاد التانية بيقولوا ايه. ودخلي بقى السندوتش في بعضه كده، الرغيف جوه بعضه كده، وبليه بقى كده من الصينيه، مش عايزه تبليه عشان ما تعصيش ايدك، خلاص مش مشكله. وحطي بقى الحاجات الجميله دي، وحطي عود جرجير، وحطي بقى شويه طحينه تخينه ازاي، وحطي كل اللي انت عايزه تحطيه في السندوتش. والله العظيم كان طعمه حكايه، وكان العيال اكلت وشبعت، ويقول لك هاتي كمان رغم ان هم شبعانين عشان طعمه حلو قوي يا ماما. بتقول لهم بالف هنا يا حبايب ماما. وعايزه اقول لكم الاكله مش غاليه ومش مكلفه ولا اي حاجه، واحلى من بره، وادفع فلوس وادفع دنيا ليه اهو، ونضيف كمان ومليان. عايزه اقول لكم بره حاطينه كله جرجير وحاطين معلقه واحده بس. يا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجه النهارده، ويا رب يكون الفيديو عاجبكم واكون خفيفه على قلوبكم. وده كان شكل اكلنا النهارده، وبألف هنا وشفا للي اكل، وبألف هنا وشفا للي هيجرب. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما. وهنا كده اكون خلصت معاكم شويه الوصفات البسيطه دي اللي مش مكلفه خالص، وفي وصفات كتيره على القناه برضو بنفس الطريقه مش مكلفه، وفي اللي في مقدره الجميع كده. الواحده مننا المفروض تفكر وتشغل مخها وتعمل يوم كده ويوم كده. واقول لكم كلكم مع الف الف سلامه.